بجد مش مجرد كلام، من اجمل واسهل المعجنات اللي ممكن تعملوها. خطيرة، نسبة فشلها يمكن 0% لو مشينا على الخطوات واحدة بواحدة. حلوة جدا 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 من هنا لقدام للمدارس، رهيبة. ممكن نحشيها اي حشوة تيجي على دماغنا، حادق ماشي، حلو ماشي، بجد خطيرة، حلوة قوي قوي، ومليانة طبعا حاجات كتيرة مهمة لصحة ولادنا. اول حاجه يا ست الكل يا قمر، معانا بوله هنحط فيها معلقتين كبار من السكر، ده لو احنا هنعملها مسكره. طيب لو نعملها حادقه هنشيل السكر، ممكن نحط نص معلقه سكر. هنحط معلقه من اللبن البودره، هنحط نص فنجان من الميه، واثناء العجن لو احتاجنا هنحط ميه فتره، وهننزل ببيضه واحده بس. مش بقول لكم حلوه جدا ومليانه حاجات مغذيه لاولادنا، بيض ولبن بودره. هحط بيضه كامله، وهحط ظرفين فانيليا، مادام قلنا بيض بنحط فانيليا. وطبعا لو هنعمل حادق عادي نمشي على نفس المنوال كده، ما تقلقوش. وهنحط معلقه من الخل كبيره بمعلقه الاكل اهو، ونمسك الكلام ده كله ونقلبه كويس جدا جدا جدا. اثناء العجن بقى واحنا شغالين هننزل بربع فنجان من الزيت او السمنه او الزبده او ميكس مع كله. يعني هنحط معلقتين 3 معالق كبار كده بمعلقه الاكل، ميكس ما بين الزيت والسمنه، سمنه وزيت، زبده وزيت، بصي براحتك خالص، يعني المتوفر في بيتك اشتغلي بيه. خلاص كده. بعد كده هحط ايه يعني 3 معالق كده من الميه الفتره، وهنزل بكيس خميره، اي خميره متوفره عندك، دريم ماشي، النوع اللي انا مستخدماه ماشي، كيس كامل، واقلب الكلام ده كله كويس جدا. وبعد كده هنزل بنص كيلو دقيق منخول يكون متعدد الاستخدامات، وهنزل بمعلقه صغيره من الكيك شيف، وهعجن الكلام ده كله كويس جدا جدا. انا عايزه عجينه طريه طريه بتلزق في الايد، يعني هو ده بقى سبب نجاح العجينه بتاعتنا، طريه بتلزق في الايد، ما تقلقيش. انت عارفه كل ما كانت العجينه طريه معاكي، كل ما المعجنات اللي انت شغاله فيها ايا كانت نوعها تطلع معاكي طريه وحلوه وتخمر معاكي بسرعه. انما كل ما كانت العجينه قاسيه كده وناشفه، كل ما خدت وقت في التخمير، ولو عملتي اي معجنات بيها بتطلع ناشفه، اللي هو ترميها في الحيطه ترجع لك تاني. فالعجينه لما بتبقى طريه بتبقى حلوه مش وحشه، فما تقلقيش. بصوا انا حطيت نقطه ميه تاني، انا عايزاها طريه كده في الايد، عامله زي الملبن، كانك ماسكه ملبن بيلزق في ايدك لكن ملمسه حلو. بصوا ما تقولوش لا بصي يا نرمين دي الميه كترت منك، عادي، لا مفيش اي حاجه، هي عايزه تتخدم نخدمها. بصوا بوريكم شكلها ازاي كده. انتوا ممكن تحطوا دقيق، اوعي تحطي دقيق، اعجني فيها لحد ما العجينه تلم وايدك سخنت على العجينه كده تهدى شويه، وهتلاقيها لمت معاكي وبقت زي الفل. بعد كده هنغطيها باي حاجه ونسيبها تخمر بقى نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه، على ما يعني تاخد وقتها براحتها. يعني ما تستعجليش عليها، بعد نص ساعه افتحي لقيتيها خمرت اشتغلي فيها، ما لقيتهاش خمرت سيبيها ربع ساعه كمان. خلاص كده انا تقريبا سبتها ساعه الا ربع، بعد مش تقريبا هو ساعه الا ربع. وبعد كده جبتها بقى، جبت صينيه، اهم حاجه ادهنها برده ماده دهنيه. انا بقول ماده دهنيه عشان تدهنوا المتوفر عندكم، زيت، زبده، سمنه، براحتك خالص بقى. يعني ادهني، ما توقفيش نفسك، مش تقولي لا دي نرمين استخدمت كذا انا لازم استخدم كذا زيها، لا براحتك خالص في الماده الدهنيه، مش بتاثر علينا باي حاجه. دهنت الصينيه بتاعتي كويس في الارضيه وفي الاجناب. الصينيه اللي انا مستخدماها دي مقاس 32، عادي لو 28، عادي لو 30، عادي لو 35، مش هتفرق. هجيب قطعه العجينه بتاعتي هقطعها، انا عايزه الكوره قد حجم الليمونه الكبيره. يعني بصوا اهو انا مش بوزن ولا اي حاجه، انا بالويم كده. هم عملوا معايا من 35 تقريبا على ما اعتقد، يعني مش متذكره كويس، ل 37 كوره، فقطعوهم صغير. ولو لقيتي الكوره في ايدك كبيره بالسكينه كده وشيلي الزيادات، يعني مش تكسلي وتقولي مش مشكله، لا. وطبعا كل ست بيت فينا طبعا ايديها لوحدها ميزان يعني مش محتاجه كلام، تمسكي الحاجه تعرفي دي قد ايه. أو عايزه اقول لكم عجينه رهيبه جميله حلوه جدا جدا جدا. طيب احنا قلنا تمشي حادق، ممكن احشيها لحمه مفرومه، ممكن احشيها اي حاجه، سجق، ممكن اكلها ساده كده، ممكن احشيها زيتون، ممكن احشيها جبنه حادقه. انا بقى في وصفتي النهارده هحشيها حشوه مسكره. جبت جبنه كريمي تكون طبعا ملهاش يعني مش حادقه، جبنه كريمي بتبقى حلوه دلع. تقدروا طبعا تستخدموا اي نوع جبنه، ده لو انتوا هتعملوها حادقه، لكن لو مسكره استخدموا جبنه طبعا ما تكونش حادقه، تكون انا استخدمت جبنه مثلثات. فجبت كام قطعه، بعد بقى ما رصيت العجينه بتاعتي خلاص غطيتها بكيس، وببتدي بقى اجيب قطعه الجبنه، بحط حته كده حلوه
وببتدي المها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. واهم حاجه بقى كوريها، يعني حطيها في كف ايدك واقفلي عليها كده بايدك واعمليها كوره، خلي ملمسها حلو ناعم، والناحيه اللي ملمسها حلو بتبقى من فوق، واللي من تحت اللي احنا مقفلين عليها بتبقى من تحت في ارضيه الصينيه. والصينيه اهم حاجه يكون دهنينها اي ماده دهنيه، مش بتاخد معاكي اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم رهيبه بجد، جميله جميله ايام الدراسه، ولادك هيحبوها قوي، وبالاخص لو عملناها مسكره، لان بيبقوا محتاجين حاجه حلوه كده ياكلوها وهم لو في المدرسه الصبح، لو عايزين بيفطروا الصبح وهم نازلين، لو بيذاكروا بالليل عايزين حاجه حلوه جنب كوبايه شاي بلبن. بجد جميله، ومن الحاجات اللي عايزه اقول لك زي ما بقول لك كده نسبه فشلها 0%. جميله وحلوه قوي وبترمي كتير، يعني نص كيلو دي قطع لنا 5 6 و37 يعني كوره. بجد حلوه قوي قوي، جربوها وان شاء الله تبقى حلوه معاكم وهتعجب ولادكم ومغذيه. لو مش بيحبوا البيض احنا حاطين بيض، حاطين لبن، لا حلوه بجد خطيره وجميله، واعملوها وان شاء الله تبقى حلوه معاكم. بصوا بوريكم ازاي انا بحط ايدي عليها كده وبلفها، عايزه ملمسها كده ايه ناعم وحلو. خلصنا كده الكميه بتاعتنا كلها، نبتدي بقى ندهن الوش بتاع العجينه بتاعتنا برضو باي ماده دهنيه. يفضل يعني لو موجود عندك سمنه او زبده وتمكسيهم مع زيت، شويه زيت يعني. لو موجود، مش موجود ومفيش زيت بس حطي زيت مفيش مشكله. لكن لو متاح عندك مثلا حته سمنه صغنونه او حته زبده صغنونه، ممكن تسيحيها مع معلقه زيت وتدهني الوش. وطبعا يرجع للمتوفر عندك، مش هتفرق حاجه بس في الطعم بس مش اكتر. بعد كده هجيب شويه سمسم وارشهم على الوش، واغطي بقى العجينه بتاعتي لحد ما حجمها يتضاعف تاني. نص ساعه حلوه قوي، هتكون خمرت وبقت حلوه قوي. بعد النص ساعه بايد الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، رف متوسط، وبدخلها الفرن عندي 20 دقيقه، وبعدين افتحي عليها الفرن. شوفي بقى انت عايزه لونها ابيض، لونها احمر، لونها متوسط، على حسب انت عايزه اللون ايه، وتبتدي تطلعيها من الفرن. هي اخدت اللون الجولد القمر ده، بصوا شكلها بجد خطيره، ريحتها تحفه. ممكن بقى ناكلها كده، بس قبل ما ناكلها كده نديها مسحه بسيطه من الماده الدهنيه اللي هي الزيت على السمنه او الزبده على السمن او الزبده على الزيت، اي ماده دهنيه، ونغطيها ونسيبها تطرى، وبالف هنا وشفا كده خطيره. بس انا طبعا يعني مش هكتفي بكده بس. فاكرين فيديو الحليب المكثف اللي احنا عملناه مع بعض؟ عشان كده دايما اقول لكم يا جماعه اعملوا الفيديوهات البسيطه دي لانها بتنفع قوي. طبعا انا عامله حليب مكثف عندي فمش هشتري، جبت طبعا عملت له حمام بخار يسيح لانه تقل قوي بقاله في الثلاجه فتره. يعني شوفوا ارجعوا للفيديو، انا عاملاه من مده يعني من تقريبا شهر، فشايلاه طبعا في الفريزر، طلعته عملت له حمام بخار فك. هبتدي بقى اسقيها بالحليب المكثف. يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض على الريحه، يا نهار ابيض على الطعم، بجد رهيبه 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 يعني. بجد يعني بصوا مش قادره اوصف لكم مدى الطعم بتاعها. يعني انا بالف هنا وشفا، كنت عاملاها بالليل طبعا بعد ما بردت في السهره. طبعا بناتي وجوزي بالف هنا وشفا تقريبا كانوا نصها من طعمتها ومن حلاوتها ومن سهولتها، والعجينه قد ايه طريه، والحليب المكثف بقى ده نقلها في حته تانية خالص. عشان كده دايما اقول لكم ما تستهونوش بالفيديوهات القصيره اللي انا ساعات بنزلها لما ببقى عامله مثلا بطرمان حليب مكثف او صلصه او ايا كان، يعني بتنفع قوي. جالي تعليق قبل كده يا نرمين انت بتقولي الاكل ما تاخدش مني نص ساعه في المطبخ، علشان انا ببقى بعد ربنا مجهزه الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، فبتسهل عليا كتير. ممكن اتعب يوم مثلا في التجهيزات، لكن بعد كده لما بعوز اعمل اي وصفه بلاقي الحاجه موجوده عندي. فما تكسليش واعملي، بالاخص ان احنا داخلين على فتره الدراسه، فالحاجات دي بتنفع قوي لاولادنا، هتريحك انت قبل الولاد كمان. بصوا قد ايه جميله من جوه، تحفه، مع كوبايه شاي بقى كده طعمها رهيب، يعني بجد خطيره خطيره خطيره. نفسي بجد تجربوها لان هي زي ما بقول لكم طعمها حلو قوي ومغذيه جدا ليكي لولادك لجوزك لاي حد عايش معاكي في البيت. ومقاديرها بسيطه، يعني بيضه، شويه لبن، نص كيلو دقيق، بجد طعمها خرافي. نفسي بجد تجربوها، نفسي بجد ادوقها لكم اوريكم قد ايه جميله، علشان ما تسكبوش الفيديو وما تعملوش، لا جربوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا اسفه رغيت كتير، لكن بجد ببقى عايزاكم تجربوا كل حاجه تبقى حلوه وجميله. لو حسيتوا ان انتوا قدرتوا تستفادوا مني ولو بمعلومه صغنونه، اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير كتير كتير، خلي كل حبايبنا يستفادوا. واذا انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب بيت العيله واكلات نرمين ولسه ما اشتركتوش، ارجو منكم الاشتراك في القناه، واشوفكم في اكل جديد على خير، وباي باي.